رح أعطيكم مجموعة تمارين لنفجر عضلة البايسبس. أنا الكوتش هادي. رح بلش تمريني. أول تمرين هو رح ناخده تناوب أو تبادل بالدامبل مع التركيز. أنا وجالس أهم شي عندي أن يكون ساند كامل الظهر على المسند، بالإضافة لأنه ما عم مرجح الوزن أبداً، يعني بدي يكون أنا يلي مسيطر على الوزن ومو الوزن هو اللي مسيطر علي. وأهم شي أصدقائي أنه ما نمرجح العضلة وإنما تضل ثابتة لحتى يكون في ضغط عليها بشكل أكبر. هذا رح نلعبه بين العدات اللي اتفقنا عليهم ما بين 6 وال12 تكرار. أما قبل ما ننتقل للتمرين الثاني لليوم أصدقائي للبايسبس، فبدي أنصحكم نصيحة مني لإلكن. أنت وعم تتمرن أنت لاعب الحديد، لا تخلي الحديد هو يلي يلعبك. التمرين الثاني أصدقائي رح نلعبه بالبار بوضعية السبايدر. رح يكون الكرسي على الزاوية 45 مع ثبات الكتف والكوع. رح انزل بوضعية شاقولية، حاول قدر الإمكان انزل على مهلي واطلع أنا وعم بعصر العضلة قدر الإمكان، لأن كل ما خففت السرعة كل ما زاد التركيز، كل ما استفدنا أكثر. التمرين الثالث لليوم هو رح أخذه بهي الوضعية على البنش مستلقي. هذا التمرين رح ناخده بوضعية مائلة شوي، لأن التمرين اللي قبله لا تنسوا كيف أخذناه بوضعية شاقولية. فأنا ومتسطح على البنش أخذنا البار، رح انزل فيه نزلة كاملة لتحت وطلعة كاملة للأعلى لعند الجبين. هيك أصدقائي 3 تمارين بيكونوا هنن كافيين لعضلة الباي، ولكن أنا بحب دائما أني أضيف تمرين واحد للعضلة العضوضية اللي هي بتجي ما بين الباي والتراي، وهي عم تشكل تقريبا 20% من حجم الإيد. فرح نضيف التمرين الرابع هو لإلها، حيكون بالبار الإي زد. رح اطلع بالبار الإي زد بالقبضة المعاكسة، بطلع فيها لفوق للجبين، بعدين عم بنزل فيها لتحت للأسفل. طبعا عم بستهدف فيها الباي، ولكن عم حمل جزء كبير منها للعضوضية. هيك بكون عطيتكم تمرين كامل لعضلة البايسبس. جربوه وخبروني النتائج. هاد كان كل شي لليوم. استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة وتمارين جديدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.